اوعي تروحي تعملي ليزر ابدا في اي كلينيك لو ما فيهاش الثلاث حاجات دول، لان دول اكتر 3 مشاكل بتحصل لاي واحده بتروح تعمل ليزر. انا عن نفسي رحت عملت ليزر في اكتر من كلينيك، ودايما الثلاث مشاكل دول بيواجهوني لحد ما قدرت احلهم في شايني دايموند كلينيك. الكلينيك دي موجوده في شارع اللبيني في الهرم فوق انس الدمشقي. واول مشكله بقى كانت دايما بتواجهني هي النظافه والتعقيم. يا جماعه لازم تركزوا كويس جدا في نظافه الكلينيك اللي بتروحوها، وتتاكدوا كمان ان الجهاز متعقم كويس جدا زي ما انا بشوف بنفسي في شايني دايموند. بشوف ان المكان نظيف، اتاكد ان الدكتور بتلبس جلافز جديد بعد كل بيشنت، وكمان الجهاز نفسه متعقم كويس. وهم اصلا بيستخدموا جهاز كانديلا جنتل ليز المناسب لكل انواع البشره، بس برضو كل ده احيانا ما بيكونش كفايه معانا وبنحتاج اننا نطمن اكتر. فدورت كتير قوي على كلينيك تكون متوفره عندها السكان بروتكت لحد ما لقيتها في شايني دايموند. ودي بقى تاني نقطه. السكان بروتكت دي قطعه مطاطيه بتتركب على جهاز الليزر علشان الجهاز ما يلمسش جلدك خالص، ودي بتكون بتاعتك انت بس، بتيجي بيها كل مره، وطبعا الدكتور بتعقمها لك بعد كل استخدام. وتالت حاجه بقى هي العروض. طبعا حاجه حلوه لما الكلينيك يكونوا موفرين عروض، بس في ناس بتحب العروض اللي بالبلس وناس تانية بتحب العروض اللي بالاريا. وفي شايني دايموند لقيتهم موفرين الاثنين، عاملين عروض كتير قوي بالاريا زي البيكيني والاندر ارم والفول بادي. وابهرني بصراحه ان المستاج ب 25 جنيه والفيس ب 120 جنيه، وده ارخص سعر شفته لاي كلينيك. وفي عروض تانية بالنبضات بتوصل لحد 7000 نبضه، وانتوا بقى اختاروا العروض اللي تريحكم.